بصوا بقى، احنا شعارنا السنة دي مش هنطبطب على حد، ولا لجنة أندية، رابطة أندية، ولا اتحاد كورة، ولا أندية، ولا حكام. شعار السنة دي اتكلم واللي يزعل يشرب من البحر. أولا كل البلاوي اللي بتحصل في الأندية، وأنا بخص الأندية الجماهيرية بالتحديد، كلها سببها العك الكروي بتاع اتحاد الكورة ورابطة الأندية والمسؤولين عن جدول كاس مصر وكاس الرابطة والدوري. مين قالك ان انت لازم تلعب كاس مصر وكاس العاصمة من غير الدوليين؟ يعني مين قالك كده؟ اي مدرب في اي نادي بيبقى معتمد على يعني التشكيلة دي هو يعني بيحط عليها كل الخطط بتاعته، وبيسيستم المشروع بتاعه من بداية الموسم على الخطة دي. طب انت دلوقتي بتيجي تعمل كروتيشن ازاي؟ انت دلوقتي بتدي للأندية اجازة اسبوعين وثلاثة من غير اي ماتشات، من غير اي مشاركة، من غير اي بطولات ولا فعاليات، وتيجي بعد كده تكروت لهم الدنيا، تلعبهم ماتش كاس العاصمة يوم الخميس، وماتش الرابطة وماتش كاس مصر يوم الاحد. طب ده يعني ده بمناسبة ايه؟ يعني على اساس ان انت بتلعب كاس الامم الافريقية كل 3 ايام ماتش؟ يعني مش منطقي، مش منطقي اساسا. يعني انا عايزة اقول حاجة، كفاية بقى، كفاية تخاريف في الكرة المصرية، كفاية تخاريف. احنا نفسنا كناس بنكتب عن الكورة تعبنا من اللي بيحصل ده. انا جاية كنت في ماتش في الجونة يوم الخميس، وصلت القاهرة الساعة 8 الصبح يوم الجمعة، ملحقتش اريح، والمفروض ان انا كنت اروح ماتش النهاردة في برج العرب، بس للأسف مفيش وقت، فاضطريت ان انا اتابعه من شاشات التلفزيون. طيب انت بالله عليك، اما احنا اللي احنا خارج الملعب ومجهدين من الماتشات، يعني امال اللي جوه الملعب يعملوا ايه؟ وبعدين تحفيل تحفيل تحفيل، كل واحد ما بيصدق يحفل على التاني. دي مش كورة اصلا. انا عارفة ان كله مركز مع منتخب مصر دلوقتي، ما حدش مهتم بالكرة المصرية في الأندية، لكن هي الأندية هي اللي بتدي منتخب مصر لعيبة. فانت المفروض انك بتبص لقدام، مش بتبص لورا. طبعا يعني انا بعتب على رابطة الأندية انها ضغطت مباريات كاس مصر ومباريات كاس العاصمة في التوقيت ده، وحتى ما عملتش بالانس في بين الجدول بتاع كاس مصر وكاس العاصمة. انت السبب يا رابطة، السبب ان انت سببت في خروج الاهلي امبارح من فرقة في الدرجة الثانية مش في الدوري الممتاز. هتقولي كانوا مش ناشئين ولا حاجة، ده جراديشار وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر. هتقولي لا هم ما كانوش بيلعبوا بالناشئين، بس انت حاطط جداول. يعني لو بتلعب في الدرجة العاشرة هتخرج برضو من كاس مصر، لان انت مش عارف تنسق. هو اي توقف دولي وخلاص يرزع فيه اي ماتش وخلاص؟ يعني ما ينفعش، المنظومة اصلا فاشلة. ما تزعلوش مني، يعني قلت اللي يزعل يشرب من البحر. يلا كل سنة وانتم طيبين بقى، سنة سودة عليكم.